السلام عليكم. بداية نود لو تقدمون أنفسكم لزوار موقع أصداء المغرب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحمد المساوي، كاتب الشبيبة الاستقلالية من مدينة العيون فرح مال الحمادي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عضو المجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية، عضو اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية. احنا مناضلين حزب الاستقلال، وكنتحملوا الطريق اللي هي طويلة من مدينة العيون إلى الرباط، من أساس على أن ندافعوا عن الحزب ديالنا ونشاركوا في اليوم اللي هو اليوم اللي كانت التنظيمات اللي هي ديال الحزب باش نتكلموا وندخلوا كمناضلين. ولكن اللي ظهر لنا اليوم عن كاينه كواليس من طرف عبد القادر الكيحل والاخ البقالي والامين العام حزب الاستقلال اللي هو حميد شباط. تم الهجوم علينا من طرف البلطجيه اللي هي جايه من عند الامين العام ديال حزب الاستقلال، وتمت علينا بالضرب الهراوي وبالسيوف وبالسب والشتم، حتى لادى البعض من التلاميذ اللي هو ضربوا وتكسروا ومشاو للسبيطارات. وهذا ما هو نضال ديال الحزب، وحنا معروفين بالنضال ديالنا داخل حزب الاستقلال، ولكن اتهمونا بالخونه على ان ما نشكوا في وطنيتنا داخل حزب الاستقلال، وهذا ما لنا قابلينه بتاتا. وغادي نديروا الشكايه ديالنا للوكيل صاحب الجلاله، وهذا ما هو مقبول. وهنا في الحزب ديالنا الاستقلال ما لنا خارجين حتى نشوفوا هذا المشكل اللي هو جابه الامين العام اللي جاب البلطجيه وضرب الدراري ديالنا. خصنا نعرفوا المشكل اللي هو اساسي، علاش هذا الشيء داروا وعلاش هذه العنصريه بالضبط اللي اتجهنا احنا من الاخوان اللي اتهمنا بها من طرف الاخ عبد القادر الكيحل والاخ الامين العام والاخ البقالي. وهذا والسلام. شكرا.